تدريبات شباب وناشئين نادي السماوة لكرة القدم استعدادا لبطولة الدرجة الأولى للشباب وبطولة المحافظة للناشئين على ملعب جامعة المثنى، من خلال نحت إنجاز يكون شاهدا عليهم في ساحة رياضتنا ليفتخروا به من خلال التواجد في البطولة. تواصل نادي السماوة لكرة القدم لفئة الشباب تدريباته على ملعب الجامعة تحضيرا لدوري المحافظة إضافة إلى دوري الدرجة الأولى. طبعا نشكركم للتغطية الإعلامية، نشكر إدارة نادي السماوة للموسم الثالث اللي وضعتهم ثقتهم بينا كهذا تدريبي. إن شاء الله نكون عازمين للتأهل للدوري الممتاز بفضل الله سبحانه وتعالى. يواصل الناشئين نادي السماوة لفئة الناشئين على ملعب الجامعة الاستعداد المتواصل على ملعب الجامعة. نشكر إدارة السماوة على دعمهم معنويا وماديا. وتعرف احنا ككادر تدريبي خلصنا فئة الناشئين كاختبارات على مستوى المحافظة. زين خلصنا وهسه الحمد لله قفلنا الفريق وان شاء الله جاهزين لدور المحافظة. مشاهدة الحصص التدريبية للشباب والناشئين لا يمكن إدراجها ضمن المعسكرات الداخلية النموذجية، نسبة إلى افتقارها إلى الكثير من النقاط الواجب توفرها فيه، لكنهم يعملون المستحيل لأجل أن يكون لهم رصانة قوية يسيرون عليها في المنافسة. أكيد الفريق يباشر بالوحدات التدريبية، وبالأخص الفريق عم جاي يركز على الجانب البدني، وإن شاء الله عازمين تحقيق البطولات القادمة. استعداداتنا جيدة لدور المحافظة ودور الدرجة الأولى، وعازمين إلى الرجوع إلى الدور الممتاز. استعدادات جيدة والمدربين ما مقصرين ويانا بكل شيء من جانب إداري وفني، ونشكر الأستاذ حسن ما مقصر بأي شيء ويانا، ونشكر الإدارة طبعا. يواصل شباب ناشئين السماوة بالتدريب في ملعب الجامعة، ونحن نشكر الكادر التدريبي نشكره جزيلا، واحنا جاي نستعد لدور المحافظة في السماوة، وإن شاء الله احنا نكون عن حسن قرنكم. استعدادات ناشئين السماوة جارية على ملعب الجامعة، وذلك لخطف اللقب دور المحافظة إن شاء الله، ونشكر المدربين القائمين على هذه التدريبات، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. رياح الاهتمام يجب أن تهب على مثل هكذا فئات، لأنها تجعل الكرة العراقية تقف على قدميها ويكون لها وزنا ثقيلا بين دول العالم كما كانت في السابق. من المثنى مخلد الموسوي، نداء الرافدين الإخبارية.